سمعتوا عن حديث أم زرع؟ حديث أم زرع ده عبارة عن حدوتة كانت بتحكيها السيدة عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم. إيه الحدوتة دي؟ السيدة عائشة كانت قاعدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقعدت تحكي له حكاية 11 ست قاعدين مع بعض اتفقوا إن كل واحدة فيهم تتكلم عن جوزها وما تخبيش حاجة، ولا حلو ولا وحش. تعالوا نشوف الستات دي قالوا إيه عن أزواجهم. أول واحدة فتحت بقها واتكلمت قالت إيه؟ قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. خلصت على جوزها، قالت جوزي ده عامل زي اللحمة الجملي، ويا ريتها لحمة جملي عدلة، دي لحمة جملي بايظة. ومش بس كده، دي على جبل عالي. عايزه تقول ان هو مش في مكان سهل انك تاخده مثلا تدي اللحمه ديت لاي حد ان شاء الله تديها الحيوان، ولا اللحمه نفسها حلوه مثلا لحمه ضاني ولا حاجه فتستحق عناء انك تطلع تجيبها وتيجي. يعني راجل مفيش منه خير. ادي اول واحده. تانية قالت: زوجي لا ابث خبره، اني اخاف الا اذره، ان اذكره اذكر عجاره وبجره. طينت الدنيا. تقول انا مش هتكلم عن جوزي، انا لو اتكلمت هتكلم عن عيوب اللي الناس تعرفها واللي الناس ما تعرفهاش، يعني يا ريتها ما اتكلمت. تالتة قالت: زوجي العشنق، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. العشنق اللي هو بنقول عليه طويل وهبل، فهي بتقول على جوزها طويل وهبل وما فيش منه ايه فايده، بس ظل راجل ولا ظل حيطه. لو اتكلمت معاه يطلقني، ولو فضلت ساكته ومستحمله يطنشني كاني مش متجوزه. ادي اول ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم خلصوا على جوازتهم. الفيديو الجاي ان شاء الله نبدأ بالرابعة، ونشوف هل في حد من ال11 ست دول شكروا في ازواجهم ولا لا. هنشوف في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. تابعوني.